السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين: حل المعادلة x زائد 1 على 2 زائد x زائد 2 على 3 يساوي x زائد 3 على 6. أولا نوحد المقامات. نلاحظ أن 6 مضاعف ل3 و2، إذن المقام الموحد ولا بد أن يكون 6، لأن 6 مضاعف ل3 و2. إذن تصبح الكتابة يعني يجب أن يكون هنا المقام 6 ونحتفظ بهذا المقام. لكي تصبح 2 6 يجب أن نضرب 2 في 3، وأيضا ضربنا في المقام ضربنا في 3، نضرب x زائد 1 في 3، نضرب x زائد 1 في 3. زائد لدينا هنا 3 لكي تصبح 6 نضرب في 2، لكي تصبح 6 نضرب في 2، يعني 3 نضربها في 2. أيضا x زائد 2 نضربها في 2 في x زائد 2 يساوي x زائد 3 الكل على 6. الآن المقامات أصبحت موحدة. إذن 3 في x زائد 1، إذن 3 في x هي 3x زائد 3 في 1 3 الكل على 6 زائد 2 في x يساوي 2x زائد 2 في 2 هو 4 الكل على 6 يساوي x زائد 3 الكل على 6. إذن المقامات تساوي 6. ماذا يعني؟ يعني أن 3x زائد 3 زائد 2x زائد 4 يساوي x زائد 3. إذن مباشرة نكتب 3x زائد 3 زائد 2x زائد 4 يساوي x زائد 3. لأن مثلا إذا ضربنا هنا في 6 وهنا في 6 وهنا في 6 سنشطب على 6 مع 6 6 مع 6 6 مع 6، تصبح الكتابة هكذا باختصار. إذن 3x زائد 2x تساوي 5x، و3 زائد 4 تساوي 7، تساوي x زائد 3. نجمع x مع 5x، إذن هنا x إذا حولناه إلى الجهة الأخرى تصبح ناقص x، إذن 5x ناقص x تساوي 4x. 7 إذا حولناه هنا تصبح ناقص 7، يعني تصبح 3 ناقص 7. نضرب في 1 على 4 يبقى لدينا x، أو نقسم على 4x قسمة 4 تساوي x. نقسم هنا أيضا على 4، وقلنا 3 ناقص 7 تساوي ناقص 4. قسمنا على 4 أيضا هنا نقسم على 4، إذن 4x قسمنا على 4x. 3 ناقص 7 تساوي 4، 3 ناقص 7 تساوي ناقص 4، ثم نقسم على 4 كما قسمنا في الجهة المقابلة، يعني أن x يساوي ناقص 1، ومنه فالعدد ناقص 1 حلون لهذه المعادلة،